استطاع بلال طالبي الشاب القاطن بولاية برج بوعريريج وخريج جامعة ورقلة تخصص محروقات اختراع آلة قادرة على تحليل الخصائص الجيولوجية للآبار البترولية. الاختراع ورغم أهميته في كشف مخاطر وصعوبات التنقيب من خلال معرفة نوعية التركيب الجيولوجي للأرض لم يلقى الرعاية من طرف الجهات المعنية لتبني مشروعه ومساعدته على تطويره. بورتري من توقيع الزميل زين العابدين زعموشي. داخل هذه الورشة الصغيرة يجد المخترع بلال طالبي فسحة للإبداع والاختراع، حيث استطاع أن يصنع آلة قادرة على دراسة الخصائص الجيولوجية للصخرة البترولية، من شأنها تسهيل عملية البحث العلمي ودراسة طاقة إنتاج البئر النفطية. النموذج الحاضر الآن هو بئر مدين، هو اختراع أداة بيداغوجية وتقنية لحساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية، ونطمح إن شاء الله لحساب الخصائص البتروكيميائية للصخرة البترولية. الاختراع راه مثمن من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي اللي تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لونفرودات. دوكا هذا الاختراع يغني الطلبة والباحثين عن مشقة التنقل، يعني الطالب لما يكون مثلا يبدأ الدراسة تاعو من سنة أولى حتى ثاني ماستر، تبدا تنتيجري له لي موديل الخاصين بالتكوين تاعو اللي هو المحروقات. طبعا في حاله ما استعملنا الصخره الام اللي روش ريزرفوار نحطهم هنا اللي هما في الواقع، راح البئر هذه تمد نظره مستقبليه للبئر في الواقع، وتعطي وتمد المردوديه لو روندمون تاع البئر تاعو والمشاكل اللي راح تكون مستقبليه ممكن، واخذ الاجراءات اللازمه يعني لتفادي هذه المشاكل عن طريق تصحيح التجهيزات اللي راها موجوده. هذا الشاب الذي ينحدر من ولاية برج بوعريريج يطمح أن يتم تبني مشروعه من قبل مؤسسة سوناتراك أو المؤسسة العسكرية للصناعة الميكانيكية ليستطيع تطوير مشروعه واستغلاله في العمل الميداني. وكاحنا رسلنا مركز الابحاث لسوناتراك رسميا من طرف الوكاله الوطنيه لتثمين نتائج البحث العلمي والتنميه التكنولوجيه، وراسلنا ايضا يعني المؤسسه العسكريه بوزاره الدفاع الوطني للتدخل يعني في اطار البحث وتطوير هذا النموذج. بلال هو عينة من الشباب الجزائري المبدع الذي يستطيع أن يصنع المعجزات من أفكاره الخلاقة، لكنه يبقى تائها في ظل عدم وجود الدعم والرعاية لابتكاراته. ضيف المحلية بعد هذا الفاصل القصير. المخترع بلال طالبي من ولاية برج بوعريريج حاضر معنا في بلاطو النشرة المحلية للحديث أكثر عن اختراعه والظروف التي أجرى فيها بحوثه. أهلا بك بلال وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا وبارك الله فيكم على الاستضافة. بداية بلال حدثنا عن اختراعك ربما والظروف التي أجريت فيها البحوث للحصول على النتيجة وهذه الآلة القادرة على تحليل الخصائص الجيولوجية للآبار البترولية. تفضل. الاختراع هو جهاز محاكاة لبئر بترولية مصغرة تعمل تحت ضغط 10 بار وتمكن من حساب الخصائص الفيزيائية للصخرة البترولية. نعم. مثل النفاذية والمسامية وغيرها. نعم. التسمية يعني العامة تاعها هي بئر مدين نسبة لرئيس دائرة الأمن والاستعلام جنرال توفيق. نعم. جاءت التسمية محاكاة يعني أيضا لتسمية الجامعة التي تخرجت منها هي قصدي مربح. نعم. التي تفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتسميتها على هذا الرمز الباطل الشهيد، وهي يعني جامعة عاصمة الجنوب يعني للبترول. نعم. نعم جيد. حدثنا بلال عن ظروف لاحظنا في البورتري الذي قام به مراسلنا من ولاية برج بوعريريج زين العابدين زعموشي، المكان الذي تعمل فيه، ما هي ربما الظروف التي استطعت فيها اختراع هذه الآلة؟ الانطلاقة كانت بداية من جامعة ورقدة عندما كنت طالبا في السنة الثانية. نعم. تخصص إنتاج محروقات، تخصص إنتاج.
كانت يعني فكرة عبارة عن رسوم مع الورق، وبدأت في تجسيدها يعني بمساعدة يعني بعض الأساتذة، وعلى رأسهم مدير الجامعة أحمد بوطرفية ذاك الوقت. نعم. يعني لم مكنني يعني ببعض الدعم المالي يعني هكذا. نعم. المدة الزمنية. المدة الزمنية يعني بدأت من سنة 2011 إلى يومنا هذا. نعم. لأنه العلم ما عندوش يعني نعم. خلال بحوث 7 سنوات كللت باختراع هذه الآلة. بلال، ما هي الجهات ربما التي راسلتها للحصول على الرعاية، على الدعم، على ربما مبالغ مالية لمساعدتك أكثر؟ أو تفضل. الانطلاقة الأولى كانت يعني عن طريق لينابي، المعهد الجزائري للملكية الصناعية، يعني اللي سجل لي الاختراع ثم وانا في سنة 2012، وتحصلت على براءة الاختراع في سنة 2013. نعم. دونك المراسلات كانت موجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولوزارة الطاقة ذاك الوقت من طرف السيد والي ولاية ورقلة. نعم. يعني السابق واللي من بعده. نعم. هل تلقيت رد على هذه المراسلات؟ الرد كان مؤخرا يعني في سنة 2000 في نهاية سنة 2014 من طرف الوكالة الوطنية للتنمية النتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. نعم. داروا الاكسبرتيز تاعهم. فوالا. لأن نعم. المشروع قبل نظرا بعد يعني دراسته تقنيا وعلميا تم قبوله وتم دعمه ماليا. نعم. يعني يوم 15/6/2016. نعم. يعني طيب بلال، هل تحصلت على هذا الدعم المادي؟ هذا الدعم المادي لازم كيفاه نصرفه، يعني لازم يكون بالمحاكاة مع تواجدي في مركز الابحاث لسوناطراك، ويعني سهم المؤسسه العسكريه بقدراتها يعني الفائقه يعني في الصناعات الميكانيكيه. نعم. حتى نقدموا نموذج يعني قدر المستطاع يكون ليديا. نعم. نموذج اولي للمشروع هذا. المشروع هذا هو النواة الصلبه يعني لحقل بترولي باكمله ان شاء الله في المستقبل. نعم. طيب، ممن تلقيت ردود، هل ردت المؤسسة العسكرية على طلبك تبني المشروع؟ المؤسسة العسكرية راسلناها مؤخرا يعني يوم 30 ماي 2017. نعم. بس من قبل هذا اتصلت يعني بعميد الشرطة مدير الأمن العمومي اللي قدم على سبيل الطرح للكوموندو سيكتور ثم في البرج والسيد والي ولاية ورقلة. نعم. باش يشوفوا كيفاه نجتمعوا الأطراف الثلاثة هذو. انا درت مراسلة للسيد الوالي باش قلت له لازم الاطراف هذو وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره الطاقه ووزاره الدفاع الوطني نتابعوا نشوفوا كيفاه نديروا حل يعني ونقدموا نموذج مليح للصناعه البتروكيميائيه مستقبلا. اللي راهم يعتمدوا عليها مختلف القطاعات. يعني هي العسكريه يعني تشوفي في فرنسا ديك النهار شفت فيديو في اليوتيوب وزاره الدفاع الفرنسي يعني يخدموه على الحدود تاعنا في مالي. راه الجيش تاعهم بالكومبات تاعهم يجبدوا في البترول ويبحثوا. لماذا لا يكون اذا هذا هو مطلبك سليل الجيش الوطني الشعبي الوطني يكون سليل جيش التحرير يكون عنده دعم اقوى في المشروع هذا. إذا هذا هو الطلب الذي تنتظر نعم الرد عليه. نعم. بلال طالبي، عندك ثاني نقطة أخرى بك مركز الأبحاث باختصار. عيطوا لي يعني مركز الأبحاث في بومرداس المدير العام قالوا لي بلي البروجي تاعك انا قبلناه وجا لو بوست تاعي يعني تيتيلار تكنيسيان بيترو اناليز بيترو تيستينغ نيميرو 2. دونك نورمالمون بقات لنا مشكل باك فلاني نتاع بومرداس مش عارف انا دائما العطلات هذه. بورتون كاين لا ريشيرش اكتيف هذه اللي هو تدخل في ريزو ناسيونال. كانت عندي انا الكارت بينو مندير قال في البرج دوكا تحولت البومرداس في ريزو ناسيونال اللي يحوسني انا راني تام من البرج هو العراقيل هذه. نعم. عندك بلال طالبي تطالب برفع العراقيل البيروقراطيه. نعم. والاستماع لمطالبك ربما لاستغلال الاختراع او اختراع آلة قادرة على تحليل الخصائص الجيولوجية للآبار البترولية. شكرا لك على الحضور من ولاية برج بعريش. شكرا، هذا الواجب تاعي المحلية. شكرا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام الأخبار المحلية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.